زوجة أبويا كانت بتضربني وتاخد فلوسي، ولما اشتكيت لأبويا قال لي دي AI. الموضوع بدأ من 4 سنين. أمي ماتت فجأة. أبويا كان راجل مكسور، مش قادر ينام، مش قادر ياكل، كل يوم ألاقيه قاعد قدام التلفزيون من غير ما يشوف حاجة. بعد سنة بالظبط قرر يتجوز. قال لي سالي أنا مش قادر أعيش لوحدي، جبتلك ست تكون أم بديلة. أنا فرحت له، كنت فاكرة إن ده هيريحه. الست دي كانت من بره كأنها ملاك. في أول يوم جابت لي هدية، حضنتني، قالت لي أنا هعوضك عن أمك. ابتسمت، بس من جوه كانت شيطان. بعد شهر بالظبط ابتدت تغير. أول مرة قالت لي أنتي بتصرفي كتير على البيت، من النهاردة أنا اللي هاخد فلوسك. أنا كنت بشتغل في محل صغير جنب الجامعة، مرتبي 1500 جنيه. كانت تاخد 1000 جنيه كل شهر، تسيب لي 500 بس. وما اكتفتش بالفلوس، كانت بتهددني لو قلتي لابوكي حاجة هقوله إنك بتسرقيه وهيصدقني. أنا ست البيت وإنتي مجرد بنت. كنت خايفة، كنت ساكتة. بعدين ابتدت تضربني على دراعي، على ظهري، على وشي. كنت بخبي الكدمات تحت هدومي الطويلة. كنت باكل لوحدي في الأوضة. كنت بدخل الحمام أعيط عشان محدش يسمعني. كنت بفتكر أمي كل يوم. كنت بتمنى لو كانت جنبي. أبويا كان غايب، كان شغله بعيد، وكانت مرات أبويا مسيطرة عليه. كانت تحكي له عني قصص مش حقيقية. سالي مش بتذاكر، سالي بتسهر بره، سالي مش محترمة. كان بيصدقها، ما كانش يعرف الحقيقة. في يوم رجعت من الشغل والجامعة وأنا تعبانة جدا، كنت ماسكة نفسي من التعب. قالت لي الفلوس 1000 جنيه يكونوا عندي بكرة. قلت لها معيش فلوس، أنا مرتبي 1500 وبتاخدي 1000 كل شهر، مش فاضل لي حاجة. قامت ضربتني على وشي، دموعي نزلت، بس سكت. في اليوم اللي بعده قررت، خبيت التليفون في جيبي ونزلت قدامها. سألتها ليه بتضربيني؟ ليه بتاخدي فلوسي؟ قالت انتي عالة على البيت، انتي مش بنت أبوكي، انتي مش حاجة. سجلتها وهي بتقول كل الكلام ده. في يوم رجعت من الشغل والجامعة وأنا تعبانة جدا، كنت ماسكة نفسي من التعب. قالت لي الفلوس 1000 جنيه يكونوا عندي بكرة. قلت لها معيش فلوس، أنا مرتبي 1500 وبتاخدي 1000 كل شهر، مش فاضل لي حاجة. قامت ضربتني على وشي، دموعي نزلت، بس سكت. في اليوم اللي بعده قررت، خبيت التليفون في جيبي ونزلت قدامها. سألتها ليه بتضربيني؟ ليه بتاخدي فلوسي؟ قالت انتي عالة على البيت، انتي مش بنت أبوكي، انتي مش حاجة. سجلتها وهي بتقول كل الكلام ده. رحت لأبويا، كان قاعد في الأوضة. قلت له بابا عايزة أوريك حاجة. وريته التسجيلات. وشه اتغير في الأول. قال لي ده مين؟ قلت مراتك، بتضربني، بتاخد فلوسي، وبتقول عليا عالة. سكت لدقيقة، بعدين ضحك. قال لي انتي بتعملي ايه؟ دي AI. مراتي قالت لي انك بتشتغلي في الذكاء الاصطناعي وبتركبي أصوات. أنا اتصدمت، قلت بابا ده صوتها الحقيقي، أنا مش بعرف أعمل AI. انت سمعت صوتها طول السنين. قال لي انتي بتكدبي عشان تخربي بيتي. قال لي لو مش عاجبك اطلعي من البيت. طردني، مشيت. فضلت واقفة قدام باب العمارة ساعة، مفيش حد فتح لي. رحت عند صاحبتي، عيطت عندها، ساعدتني. فضلت سنتين بعيدة عن البيت. اتخرجت من الجامعة، اشتغلت في شركة كبيرة، نسيت حكاية مرات أبويا. بس في يوم قررت أرجع أزور أبويا عشان هو أبويا في الآخر. رحت البيت، دخلت، لقيت مرات أبويا نايمة على الكنبة. أبويا مش موجود. قلت يمكن في الشغل. لقيت مرات أبويا مش نايمة، كانت بتكلم حد في التليفون، صوتها واطي بس أنا سمعته من ورا الباب. كانت بتقول أنا هخلص عليه واخد فلوسه واجيب لك شقة، استنى عليا شوية. سجلتها على طول وهي بتقول كل حاجة. سجلتها وهي بتتصل على عشيقها وتقول له العجوز ده بقى تقيل عليا، عايزة اتخلص منه. أبويا دخل البيت، كان شكله تعبان. قلت له بابا تعال اسمع. شغلت التسجيل، وشه ابيض. قال لي ده مين؟ قلت مراتك، بتخونك وبتخطط تاخد فلوسك وتجيب شقة لعشقها. ايده ارتعشت، مسك موبايلها، لقى كل الأدلة، الرسايل، الصور، المكالمات. كانت على علاقة من سنة، طلقها في نفس اليوم، طردها من البيت، اتحبست سنة كاملة. أبويا جه البيت، عيط قدامي، قال لي سامحيني، أنا ظلمتك، أنا صدقت كلامها عشان كنت خايف أكون لوحدي، كنت خايف من الوحدة. أنا سامحته. قلت له انت بابا وانت اللي خلفتني، بس المرة الجاية ما تصدقش كلام حد قبل ما تشوف بعينك، الكذب ليه ريحة. النهاردة أنا وأبويا عايشين مع بعض، بنطبخ سوا، بنخرج سوا، بنضحك سوا. مرات أبويا لسه في السجن. كل يوم أبويا بيجيب لي هدية، بيقول أنا عايز أعوضك عن كل يوم ضاع. بقول له سامحتك، بس افتكر إن اللي يصدق الكدابين يخسر الصادقين.